فالنار التي تشتعل في قلب العاشق يبقى أثرها ذكرى للمعشوق. تتناهى مع تعال واذهب إلى عملك النبوية الشريفة 13 عاما، أنها السنة التي شاء الله أن يلتقي فيها روزفلت بحبيبه الموعود. طبعا مثل ما تشوفوا يا جماعة، طبعا هذه القصة جدا جميلة. مثل ما تشوفون هذا الشخص من لما كان صغير فكان يعني عايش مع ناس ما كانش يعبدوا الله، فهو كان يعني ما كانش مؤمن أبدا بالأشياء اللي كانوا هم بيؤمنوا فيها اللي هي النار والمسيحية والأشياء هذه، فانتقل من دين لدين، ترك التجارة والمال والرئاسة، ترك كل شيء علشان إيش؟ إنه هذا الدين هو الحق، هو الصح اللي لازم يمشي عليه. استمر في حياته تمام إلى أن صار يعني مع الوقت صار شخص عبيد اشتروها الناس. طبعا حاليا وصل لمرحلة صاروا الناس بينادوا إنه محمد قد جاء وكذا. فطبعا هو بدأ يسمعهم، وكان في رسائل من الرسائل اللي بيقولوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه علامات خاتم النبوة وكذا. فهو بدأ يتساءل وين هو يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتقدم فيها العمر وكان خائف إنه يموت قبل ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا تابعوا الآن المسلسل. طبعا هذه أفلام دينية لكنها حقيقية، يعني وقعت في الواقع. فحاليا طبعا اقترب إنه يشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما أجملها لحظة لقاء الحق، ما أعذبها لحظة السكينة في أوج الاضطراب، ما ألذها لحظة الولد في النبي صلى الله عليه وسلم اشترى روزبة، بعد ذلك حرره. يعني هو طبعا كان أي شخص يجي يشتري شخص معين فكان لما يشتريه يكون عبد له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه وحرره. بعد أن حرره أطلق عليه باسم خاتم طبعا سلمان روزبة اللي كان اسمه هو الأول، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم باسم سلمان. سلمان اللي هو معروف الآن حاليا بنعرف قصصه. وأضاف النبي: كم من عذق رداح لأبي الدحداح، وتمنى كل منهم لو كان هو أبا. اللهم لا تحرمني من رؤيته. السلام عليكم يا بلال بن رباح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هذا الذي تدعو الله أن يجمعك به؟ السعادة يا قلبي ولو وجدت في الكون لم يشتعل حزن ولا ألم، ولا استحالت حياة الناس أجمعها وزلزلت